هؤلاء المواليد الرضع الثلاثة لم يتجاوزوا شهرهم الأول، ورغم ذلك فقد التصق بهم لقب الطفل المتخلى عنه بغير ذنب. يرقدون بمصلحة طب الأطفال بالمستشفى الحسني بالناظور. هنا يخضعون للعلاج لأن بعضهم يصل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة. كاين حالات اللي كيجيو من برا يقوم سواء حدا باب شي مستوصف سواء في شي بلاصه في الشارع، دونك كيجيونا. دونك بحال هادو اللي كيجيو من برا، كاين اللي كيجي في حالات شويه حرجه فيه بروده، يكون في حاله ايبوثيرمي، دونك كنسخنوهم في لي كوفوز، يمكن يكون عنده تعفن. لحسن الحظ فتح باب هذا المركز ليضم هذه السنة 13 طفلا وطفلة. الدار توجد داخل المستشفى وتسيرها جمعية محلية بالناظور، تعمل في مجال رعاية الأطفال المتخلى عنهم، وتنصح الآباء والأمهات بالالتجاء إلى المستشفى وطرق باب المساعدة الاجتماعية. عوض يخليه في الشارع ولا يخليه في شي اماكن، يجي ديريكتومون ويخليه هنا في لاسيستون سوسيال، وحنا كنتكلفوا بالعنايه ديالو. يعني هنا كاين لا الطبيب لا المتطوعات لا كل شيء باش يعني كيتكلفوا بهاد الاطفال هادو. يعني من غير اللائق الانسان يخلي الولد ديالو ولا البنت ديالو في الشارع. الصغار ديالي كنبغي الدراري الصغار دائما، وقدر الله نكون معهم. بمدينة الناظور استقبل المستشفى الحسني حوالي 30 طفلا وطفلة متخلى عنهم في أقل من سنتين. أطفال وجدوا المأوى بعد أن تركوا في العراء. بعضهم لسان حاله يقول: كيف ستكون نظرة المجتمع خارج هذه النافذة بعد أن طالني ذنب لم أقترف؟